السلام عليكم. من مطبخ معمار للأكلات العراقية. اليوم عندنا الكعك أبو السمسم. والكعك أبو السمسم مرغوب عند العراقيين، دائما ياكلوه عصريات ويا الشاي، ومكوناته كلش بسيطة وبطريقة كلش سهلة أبد مو معقدة. مكوناته هنا عندي 3 كوب طحين منخول نخلته، بيكنج باودر، كوب زبد مذوب بحرارة الغرفة، كوب سمسم، رشة ملح هيل مطحون، كوب شكر، وراح استخدم وياه محسن الكيك في شي بسيط. راح استخدم احتاج مي. هنا عندي بيضاية طرقتها ويا القهوة على مود الوجه. ان شاء الله هسه نبدأ الخطوات قدامكم، بسيطة جدا وأبد مو صعب. أول خطوة نخطيها اللي هو الطحين، حليب العجانة. اللي ما عندها عجانة بإمكانها بإيديها عادي تعجنها. أول ما نفرغ الطحين بيجي ورا الشكر، الهيل طبعا مطحون. الهيل حسب الرغبة، بإمكانكم تخلون فانيلا. بيكنج باودر، أنا هنا خليت 2 بيكنج باودر، انتو بإمكانكم بس واحدة تخلون، أنا أحبه يقصر زايد. هسه هنا أول خطوة راح أنزل العجانة، أبدي أخلط المواد إن شاء الله. بسم الله. هسه هنا أنا خلطتها المعجنة 6 اللي هي بيكنج باودر والشكر. هسه هنا أبدأ أشغل وراح أصب الزيت عليه أو الزبد المذوب. يعني أبدأ أشغل وراح أصب الزبد. هنا على مود الصوت. بس هنا أبدي شوية أحركه على مود، لأن العجانة مو دائما تلوح الطحين كله أو هذا، فلازم شوية نعدله. ما ننسى طبعا رشة ملح، حاولوا رشة ملح على مود يتعادل الطعم عندكم. خليت رشة ملح كلش بسيطة. هسه أرجع راح أشغل العجانة. هسه هنا عندي الجانس، راح أبدي أضيف بالمي مثل الخيط. أضيف المي، ما راح أضيف يعني كمية كبيرة مثل الخيط، راح أضيفها وأشوف العجينة عندي تلزم، أنا أبطل منها. هسه راح أبدأ أبلش. أحرك الطحين بالأطراف مثل ما قلت لكم. العجانة مو دائما
هسه هنا كمل عجين، تكون عجينة كلش حلوة وسلسة. هسه هنا هذه العجينة هاي مثل ما تشوفوا راح اخليها هنا. هاي دهنتها طبعا بالزيت، راح اخليها ترتاح في 10 دقايق. بغلفها بالنايلون ان شاء الله 10 دقايق وابلش استعملها. 10 دقائق ان شاء الله وابلش استعملها. هسه هنا ارتاحت عندنا 10 دقائق، شلنا النايلون منها. هسه نبدي نشكلها. مثل ما تشوفون عجينة كلش حلوة صارت، المقادير مالتها مضبوطة. فأول خطوة نسويها، نبدي حسب الحجم اللي انتو تردوه. هسه هنا نبدي على الميز. طبعا هنا حضرت الصينية ورق زبدة والفرن جاي يحمى، وراح اشغل بس العين الجوة حسب الحجم اللي تردوه. كبيهم هيك يردوه عريض، ما يردوه هالشكل هذا، الشكل هذا. هنا نبدي هسه هنا بس ادهنها هنا بالبيض على مود السمسم يلطش بيه. هذا مثل ما تشوفون باعوا شلون دهنته. هنا انا بيض وقهوة خليت حتى زفارة تنقطع. هنا انا السمسم مسهيته، هذا مسهيته راح اخلي له شكر. خاشوقة شكر هاي كلش كافي. شفت هذا ابدي اشيلها بالشكل هذا، تطلع عندي هالشكل هذا. نكمل شكل ثاني قدامكم راح اسويه حسب رغبتكم انتو، حسب الشكل اللي تحبوه. هاي طبعا هيك سويتها على مود سهلة نغمسوها بقلاصة شاي او استكان شاي. صار مثل ما تشوفون دهنتها نفس الطريقة، مثل ما تشوفون شلون صارت عندي. وينها ونخليها، وهواي اشكال انتو تقدرون تسووها. هسه هاي هنا انا راح اسويها دائرية هنا زي ما تشوفون. هنا هاي دائرية صارت عندي، ندهنها بالبيض والقهوة نفس الطريقة. مثل ما تشوفون صارت عندي. وراح حسب الشكل اللي نريده ونحب نسوي حسب الشكل اللي نرغبه. هسه هنا عندي عيني هاي اهم هيجي. نفس الطريقة. هالشكل هذا طلعت عندي. طبعا أنا أفضل أن تخلون ورق زبدة بالصينية اللي تشوون بيها. هنا همين راح أسويها دائرية مثل ما تشوف. كلش سهلة طبعا، ها كلش سهل الكعك أو السمسم.
ما تشوفون. طبعا هو بعد عجين شكله كلش حلو. راح أعيد لكم المقادير: 3 كوب طحين، كوب شكر أو سكر، ملح، رشة ملح، قلنا رشة ملح، خليت بيكنج باودر كيسين، كوب زبد مذوب بحرارة الغرفة، كوب سمسم لغرض تزيين، هذه مثل ما تشوفون الشكل مالتها، ومي حسب حاجتكم للطحين. يعني شو مثل ما نقول عينك ميزانك، صبي على الطحين وعجني وشوفي. طبعا بيهم يخلون حليب، أنا ما خليت حليب لأن مو ذاك الفرق، يعني ما يفرق عندنا الحليب بالطعم، يعني احنا مخلين زبد. هاي مثل ما تشوفون هنا. ان شاء الله نكمل تشكيل وراويكم الشكل النهائي مالت الكعك بالسمسم. والآن هذا الشكل النهائي مثل ما تشوفون. هنا شوينا وكملناه. شويت طبعا فرن على الغاز تقريبا درجة الحرارة 350. شغلت بس الفرن الجوة، العين الجوة شغلتها، ومن شفت هيجي يعني شفت الكعكاية حمرت من جوه، شغلت الفرن الفوق، حسبت 3 دقائق وطفيت. شغلت الفرن الفوق بالنهاية من شفت استوت منه هي صار شكلها. شغلت الفوق 3 دقائق كلش كافي، انطاني هذا اللون. هاي 3 دقائق، شوفوا انطاني هذا اللون. من شغلت الفرن من فوق 3 دقائق، شغلته بس بالنهاية، يعني بالبداية أنا شغلت بس الجوة. من صار هالشكل يلا شغلت الفوق 3 دقائق. هاي كلش مهمة خطوة انتبهولها من تشوون الكعك. وطبعا ما أقول لكم على الطعم مالته كلش طيب، وشكله انتو هذا تشوفوه قدامكم، ونفس طعم اللي بالسوق بالضبط ما يختلف، بس فرق هنا احنا ضامنين النظافة مالته، يعني بإيدينا بشغلاتنا نظيفة، مواد نظيفة. بالسوق ما نعرف شي يضيفوا له، أو الطحين شنو، أو يعني المعمل نظيف أو الإيدين اللي تشتغل نظيفة أو لا. فدائما أكل البيت هو يكون صحي وأحسن. الأم البيت توكل جهالها ضامنته لأن بإيدها مسويته. أرجو أن تكونون استفاديتوا من هاي الوصفة الكعك أبو السمسم من مطبخ معمار للأكلات العراقية. لا تنسون شاركوا الفيديوهات بصفحاتكم، شاركوها واشتركوا بالقناة، وأكون ممنونة لكم على مود تشجعوني أن أقدم المزيد من الأكلات والمعجنات. مع السلامة.